برلنتي عبد الحميد أيقونة جمال وأداء في السينما المصرية. برلنتي عبد الحميد اسم لامع في سجل النجوم المصريين، اشتهرت بجمالها الساحر وأدائها المتميز الذي ترك بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية. تتميز برلنتي بجاذبية خاصة وشخصية قوية جعلتها أيقونة للجمال والإغراء في عصرها. حياة حافلة بالأحداث. ولدت برلنتي عبد الحميد في 20 من نوفمبر 1935، وبدأت مشوارها الفني بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية. تزوجت من المشير عبد الحكيم عامر، مما أثار ضجة كبيرة في الوسط الفني، وأدت هذه الزيجة إلى اعتزالها التمثيل لفترة. بعد وفاة زوجها، عادت برلنتي إلى الفن واستمرت في تقديم أعمال ناجحة حتى اعتزالها النهائي عام 1988. أدوار لا تنسى. تميزت برلنتي بتنوع أدوارها، فجسدت شخصيات مختلفة ومتناقضة ببراعة، مما جعلها من أكثر الممثلات المطلوبات في عصرها. من أشهر أفلامها: شم النسيم، أولى بطولاتها السينمائية. حياة غانية، فيلم مثير للجدل في ذلك الوقت. الناصر صلاح الدين، قدمت فيه شخصية الملكة شجر الدر. جمال ساحر وإغراء لا يقاوم. اشتهرت برلنتي بجمالها الساحر وإغرائها الذي لا يقاوم، مما جعلها منافسة قوية لملكة الإغراء هند رستم. تتميز برلنتي بملامح شرقية جذابة وعينين واسعتين، وكانت دائماً محل أنظار الجمهور. حياة مليئة بالتحديات. لم تكن حياة برلنتي عبد الحميد سهلة، فقد واجهت العديد من التحديات والصعوبات، منها زواجها من شخصية سياسية بارزة، واعتزالها المبكر للفن، والضغوط النفسية التي تعرضت لها. ورغم كل ذلك، استطاعت برلنتي أن تبقى أيقونة للجمال والأداء في ذاكرة السينما المصرية. إرث فني خالد. ستظل برلنتي عبد الحميد رمزاً للجمال والأناقة في السينما المصرية، وأعمالها الفنية ستظل شاهداً على موهبتها الفنية الكبيرة.